كثيراً ما كنت أشعر أن الحياة تكرر نفسها دون إرادة منا. أتخيل الله يهبنا الفرصة لإعادة اكتشاف أنفسنا والتخلص من خطايانا لنصبح أكثر نقاء وقربا منه، لكن ذلك لا يأتي دون الاعتراف بهذه الخطايا التي ستتكرر بدورها إن بقينا مختبئين وراء الممنوع بلا سبب والحرام في غير حرمة. ربما يشاركنا الآخرون في الخطايا نفسها، لكن دورنا ليس إصلاح ثقوب الكرة الأرضية، بل إصلاح ثقوبنا نحن، وليصلح الآخرون ثقوبهم. هي محاولة للعلاج إذن، لكني لن أكون الطبيب هنا، بل لعلني المريض أكثر مني الطبيب. وكل ثقة أن المريض هو أفضل طبيب لدائه. كلنا اليوم يختلس شيئا من الآخر، قبلة، نظرة أو ابتسامة رغبة. وبالنسبة إلي أنا فقد اختلست روايتي من كل ذلك، وأيضا من قصص امتزج فيها الواقع بالخيال فأصبحت واقعا محضا. فمن قال إن نصف الواقع المحض ليس خيالا محضا؟ بقلم المؤلف هاني نقشبندي.